في قلب المدينة العتيقة الفاس، حيث تمتزج رائحة التوابل بعطر الأزقة المبللة، سال الدم لأول مرة في زنقة لم تعرف من قبل غير الهدوء. جثة رجل معروف، سر ممزق، وورقة ناقصة. لا أحد رأى شيئا، الكل سمع صراخا، لكن الصمت كان سيد المكان. ومن وسط الظلال بدأ المفتش هشام يخيط الحقيقة بخيوط شك. كل ما حوله يبدو مألوفا، لكنه مقلق. من قتل الحج عبد الرحمن؟ ولماذا؟ الزنقة اللي فتها الدم قصة لا تروى، بل تكتشف رويدا رويدا. عندما دخل المفتش هشام الضيعة المهجورة، كان نوفل هناك، شاحب الوجه، هزيل الجسد، وكأنه لم ير النور منذ شهور. لم يقاوم، فقد قال بهدوء: أنا ما قتلتوش. كان بغية غير نواجه. في مركز الشرطة حكى نوفل قصته. قبل عامين كان يعمل مع الحج عبد الرحمن كتلميذ نجيب في تحضير الأعشاب، لكنه اكتشف أن الحج يخلط وصفات خطيرة ويبيعها سررا لأشخاص مرضى، يدعي أنها علاجات روحانية. عندما واجهه نوفل طرده وأخبر الجميع أنه سارق. أقسم نوفل أن الورقة اللي كتبها كانت فقط رسالة تحذير، أما القتل فماشي من يديه. لكن هشام لم يقتنع، فطلب تحاليل البصمات على الورقة، وبالصدفة وجدوا بصمة أخرى غريبة، بصمة بنت. الفصل الخامس: ابنة الحج. لأول مرة ظهرت في التحقيق شخصية لم يسبق أن ذكرت: سعاد، ابنة الحج عبد الرحمن، فتاة في منتصف العشرينيات، كانت تدرس في الرباط، لكنها عادت الفاس قبل أسبوع من الجريمة. سعاد كانت متوترة في التحقيق، وعندما واجهها هشام بالبصمة انهارت. جريتدن كانت غير بأغى نواجه بابا. ماشي نقتله. قالت إنها اكتشفت أن والدها كان يخدع والدتها المتوفاة منذ سنوات، وكان يستغل وصفات أمها التي كانت عالمة أعشاب محترفة ويبيعها بطرق غير شرعية. وأكدت أنها كانت في المحل فعلا ليلة الجريمة، لكن غادرت قبل الفجر. عندما سألها هشام: شنو كنتي كديري فالمحل فالليل؟ أجابت بصوت مكسور: جريتدن جيت نشدو فالدر وندويه، ولكن نوفل سبقني وتخاصموا بزأف، وأنا خرجت ما قدرش نتحمل. المفاجأة في كاميرا المسجد. الزنقة اللي وجدت فيها الجثة كانت قرب مسجد صغير فيه كاميرا مراقبة قديمة. طلب هشام تسجيلات تلك الليلة، وبعد تدقيق دام ساعات ظهرت الحقيقة. الرجل الذي خرج من المحل على 4:13 بعد منتصف الليل لم يكن نوفل ولا سعاد، بل كان سي عزيز. ظهر في الكاميرا وهو يخرج بجلابته الكحلة، يحمل شيئا في يده، ثم يختفي وسط الظلام. بعدها بدقائق وجدت الجثة. تم القبض على سي عزيز مرة أخرى، وهذه المرة لم يستطع الإنكار. تحت الضغط اعترف: جاء عندي الحج وهددني بأنه غادي يفضحني، وكانت خاسرة بزئف الفلوس بسبه، ما كانش قدامي حل. العدالة في الزنقة. في المحكمة تمت تبرئة نوفل وسعاد، لكن آثار الحادث ظلت محفورة في قلوب الجميع. سي عزيز أدين بالسجن المؤبد، وانتهت بذلك حياة رجل ظن أن المال والتهديد يغطيان على الجرائم. أما نوفل فعاد لفتح محل جديد في فاس، وسماه باسم والدة سعاد: عطار لآلة خديجة، كمصالحة مع الماضي. وسعاد أصبحت شريكة له، تعمل على إعادة ترميم سمعة عائلتها. والمفتش هشام وضع المفكرة الجلدية في درج مكتبه، وكتب في مذكرته: أخطر الجرائم هي اللي توقع في الزنقات اللي نعرفوها بزأف، لأنها كتخبي وجوها ما عمرنا شكينا فيهم.